اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل شهدائهم برحمتك، اللهم بردا وسلاما على غزة وأهلها، اللهم آمين. اللهم جبرا يتعجب منه أهل السماء والأرض، آمين آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. أسفة إني اتأخرت عليكم قوي. بصراحة الأحداث اللي بتحصل في فلسطين مخلية الواحد ملوش نفسي يصور ولا يشتغل ولا يعمل أي حاجة. بس حبيت أنزل لكم بفيديو النهاردة. جايز دعوة تحدي فينا تكون مستجابة وتنصرهم. آه، في أول الفيديو كده أنا حاطة لكم دعاء، يا رب كلنا ندعيه وما ننساش في دعائنا. دايما وانتي بتصلي وانتي قاعدة كده تدعي لهم ان ربنا يرحمهم، يرحم شهدائهم و... ويشفي مرضاهم وينصرهم ان شاء الله نصرا يتعجب منه اهل السماء والارض، اللهم امين. ان شاء الله النهارده الفيديو اللي عامله لكم مميز جدا. احفظي عندك عشان من الوصفات السهله والسريعه ومش هياخد منك وقت، ودايما بنقول كل حاجه في كل وصفه حتى لو كانت سهله وسريعه، بس بيبقى فيه كده شوية تكات بسيطة، هي دي اللي بتنجح الوصفة وبتخلي الطعم مميز. تعالوا بينا نشوف الطريقة على طول، بس أهم شيء إن نتابع الفيديو للآخر وما ننساش اللايك وتسلم إيدك وعيونك مقدما يا اللي بتشوفينا. يلا بينا نشوف الطريقة، بس زي ما تعودنا هنسمي الله ونصلي على رسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وزي ما اتفقنا في أول الفيديو ما ننساش ندعي لإخواتنا في فلسطين إن يا ربنا ينصرهم وإن يثبت أقدامهم و... ويرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم. يلا بينا نخش على الفيديو وهنقول تكات كده فيه. نتابع الفيديو للآخر. زي ما انتوا كده شايفين. بصوا الوصفة خفيفة وسهلة وبسيطة قوي، وفيها قيمة غذائية مفيدة للولاد. يلا بينا بقى نقول ايه هي بقى الحاجات اللي هنستخدمها. اول حاجة هتجيبي لحمة، هتجيبي اي لحمة قطع، اي نوع لحمة انتي بتفضليه تحبيه في الطبخة بتاعتك. هنقطعه بس قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين. ليه بحط قطع صغيرة؟ عشان يستوي بسرعة وما ياخدش مننا وقت. تمام. بصوا، وما يكونش يعني بصوا قطع ما تكونش كبيرة قوي زي ما انا مقطعوها كده. بصوا قد ايه يا بنات، قطعة صغيرة قد ايه. بعد كده هنجيب ايه، هنجيب ياوك غويط يا اما حلة كده، بس اهم حاجة تكون سخنة يا بنات. ليه تكون سخنة؟ عشان لما اجي انزل باللحمة بتاعتنا اديها صدمة، عشان لو هي باردة اللحمة بتاعتنا هتنزل مية وهتفقد السوائل اللي جواها، لكن لما انا بنزلها على طاسة او على حلة سخنة بتقفل مساماتها ومن جوه كده بتبقى جوسي وطرية. دي تكة من التكات اللي المفروض نعملوها. هتحطي بقى في الحلة دي ايه، هتحطي مثلا ممكن قطعة زبدة، وممكن شوية زيت، ممكن حتة سمنة وشوية زيت، ممكن حتة سمنة وحتة زبدة وشوية زيت. السمنة بتديها طعم، والزبدة طعم أحلى طبعا، والزيت بيبقى خفيف. زي ما انتوا شايفين، عايزة تعمليها بالزيت براحتك، بالسمنة بس براحتك، يعني ايه على حسب ما انتي بتحبي انتي تحطي ايه في الأكل، الدهون اللي بتحطيها. هننزل بصوا باللحمة، شايفين هي تاخد صدمة يا دوب هنغير لونها، وهنبدأ ننزل بالخضار اللي انا هقول لكم عليه واحدة واحدة. ايه هو الخضار؟ اول حاجة هنحطها بعد ما اللحمة تغير لونها، هنحط ايه يا بنات؟ هقول لكم دلوقتي هنحط ايه. هنحط معلقة، الاول هنحط قرنين فلفل سبايسي، دولت اختياري يا بنات، لو انتم مش عايزينهم شيلوها من الوصفة. بس بتدي طعم حلو للوصفة بتاعتنا، بس انت لو عندك اطفال شيليها. بعد كده هنجيب معلقة توم كبيرة مهروسة، هننزل بيها. كل ما ننزل حاجة من الخضار نديها تشويحة كده. أول ما نحس بريحة التوم كده طالعة، احنا مش عايزين نغير لونه، يا دوب كده يتشوح، هنبدأ ننزل بإيه يا بنات؟ ببصلتين كده حلوين وسط جوليان، أو ببصلاية كبيرة. لو حابة تقطعيهم قطع مفيش مشكلة، حابة تبشريهم برضو مفيش مشكلة، بس أنا المرة دي خليتهم قطع جوليان كده. برضو هنشوحهم مع اللحمة بتاعتنا والفلفل والثوم، وهنبدأ ننزل ببهارات. اهم حاجة الملح ده مش هننزل بيه في الاول خالص، عشان ما يخليش اللحمة تاخد وقت معانا في السوا.
الملح بتاعنا اخر حاجة. دلوقتي هننزل بمعلقة فلفل اسود كبيرة، معلقة 7 بهارات صغيرة، معلقة بهارات لحمة، نص معلقة جنزبيل، ربع معلقة ربع معلقة قرفة. لو حابة تستغني عن القرفة شيليها. هتحطي ورق لوري وحدتين، هتحطي حبهان، لو عندك مكعب حبة تضيفيه حطيه، بيدي برضو طعم ونكهة. لو انتي مش حباه شيليه، بس هو بيدي الصراحة طعم. كل البهارات دي والمقادير دي هحطها لك في صندوق الوصف المثبت، هحطها لك في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت، بحيث ان انتي ايه ما تنسيش اي بهار من اللي انا قلت عليه. كل البهارات دي هنحطها وهنديه تشويحة حلوة للايه للحمة بتاعتنا. وبعد كده هنجيب طماطمتين او 3 طماطمات حلوين كده كبار، هنقطعوهم، مش هنضربهم في الخلاط، انا بقطعهم قطع صغيرة، بحيث ان يبقى طعمهم احلى من ان انا اضربها في الكب او في الخلاط. زي ما انتوا شايفين احنا شوحناهم اهو. هبدأ انزل بايه بالطماطم بتاعنا، اديهم شوية تشويحة واضيف نص كوباية مية يا بنات. تمام. بصوا بعد ما اتسبكت، انا المقطع بتاع المية ده مش عارفة راح فين الصراحة. هبدأ انزل بالخضر. ايه الخضار بقى؟ انا عندي بزلة وجزر، كنت مفرزاهم. لو انت ما عندكيش وعايزة تجيبي طازة مفيش مشكلة. هنزل ببطاطستين وسط كده، بس يكونوا متحمرين 3/4 تحمير يا بنات، مش نيين، عشان ما تتهرش مننا. عندك فاصوليا انزلي، عندك ايه تاني ممكن تحطيه، كوسه انزلي، وهنزل بنص كوبايه ميه كمان. تمام يا بنات. وهغطي عليه لغايه ما اللحمه والخضار بتاعنا يستوي. قد ايه كده؟ نص ساعه على نار متوسطه، ما تكونش عاليه قوي وما تكونش واطيه قوي. تمام. زي ما انتم شايفين كده. بصوا، يبقى الخضار اللي انت عايزاه، ممكن عايزه تشيلي البسله مفيش مشكله، عايزه تشيلي الفاصوليا مفيش مشكله. بص انا عملت جنبه شويه رز ابيض سهل وبسيط مفيهوش حاجه، ومفلفل كمان. انا مرضتش اطول عليكم في الفيديو عشان اي حد طبعا بيعرف يعمل رز. بصوا بعد نص ساعه كده يا بنات هبدا ابص عليها. هحط بقى الملح بتاعنا لان احنا ما حطيناش ملح خالص. هبدا اظبط بقى الملح بتاعنا. انا حاطه معلقتين ملح صغيرين، طبعا انت تظبطي الملح بتاعك على حسب الملح انت بتحبيه قد ايه. هبدأ ادوقه كده، لقيت الملح بتاعنا مظبوط. هبدأ بقى ايه اشوف البطاطسايه استوت ولا لا، لان انا كنت عاملاها 3/4 سوا. بصوا مش مهريه ازاي يا بنات، عشان كده انا بقول لكم حطوها محمره او متحمره 3/4 سوا. بصوا الجزرايه استوت، البزليه تلاقيها استوت، الفاصوليا برضو استوت. ممكن بقول لكم تحطوا كوسه، ممكن تشيلي حاجه من الخضار ده لو انت مش حباها. انت ممكن تقدري بقى تلعبي في ال في الخضار بتاعك براحتك. ممكن تحطي فلفل الوان، بس انا استكفيت بالخضار دوت. هسيبها كمان 10 دقايق واطفي عليها. بصوا هنبدأ بقى نعمل الرز بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. بجد من الوصفات السهلة والحلوة قوي، وهتعجب الولد جدا. لو ما بتحبش اللحمة اعملي لها الطريقة دي بالخضار دوت، او شوفي الخضار اللي هما بيحبوه، واوعدك ان هتعجبهم وهياكلوا اللحمة بالطريقة دي. بصوا اللحمة استوت زي ما انتوا شايفين كده. بصوا اتهرت. وقدمي لهم برضو الاكل يا بنات. لما تقدميه للولاد بطريقة حلوة، عينيهم كده بتبقى عايزة تاكل الاكلة، غير لما تحطي كده وخلاص. جربي كده تقدميه بطريقة حلوة، هتعجب الولاد قوي. يا رب تكونوا استفدتوا من الوصفة بتاعتي وتكون عجبتكم. ولو لو الوصفة بتاعتي والطريقة بتاعتي عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك، واللي ما اشتركش يشترك في القناة وشير الفيديو على قد ما يقدر. وان شاء الله مش هتأخر عليكم واشوفوا فيديوهات تانية كتير. وما تنسوش تدعوا لأهل فلسطين بأن ربنا ينصرهم ويقويهم ويرحم شهدائهم. أشوفكم خير.